السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الكرام، رجعنا لكم فيديو جديد. في هذا الفيديو هذا الإخوان غنهضر لكم على جميع المراحل اللي كيدوز منها زوج الحسون في فترة التزاوج. يعني دوك المراحل، كاينين بعض المراحل اللي سبق ليا وهضرت لكم عليهم، كاينين مراحل اللي غنهضر لكم عليهم لأول مرة. من بين هاد المراحل اللي غنهضروا عليهم في هذا الفيديو هذا، أول مرحلة بعدا كتكون هي القبول ديال الزوجين اللي سبق ليا هضرت لكم عليها. في هذا الفيديو هذا غنبين لكم نفس الذكر نفس الانثى اللي غيدوزوا من جميع هذه المراحل هذه. اول مرحله كما قلنا اللي هي القبول ديال الزوجين. ثاني مرحله اللي هي الادخال الذكر على الانثى بعد التاكد من جهوزيه الذكر وجهوزيه الانثى، وبعد ما نتاكدوا انه كاين قبول بيناتهم غندخلوا الذكر عليها وغنشوفوا ردة الفعل الذكر وردة الفعل الأنثى. هادشي كله غيكون بالفيديو. إذا الإخوان، وثاني حاجة والحاجة الأخرى اللي مهمة غنهضروا عليها هي واحد السؤال اللي كيتطرح عليا بزاف ديال الإخوة عندهم إناث ديال الحسون اللي وضعات ليهم البيض، ولكن كيبقى عندهم ديما داك الشك واش داك البيض مخصب ولا لا، واش الذكر لقح الأنثى ولا لا. يعني كيبقى هذا الشك. يعني انا كنعيا ما كنجاوب الناس وكنقول لهم اودي العمليه ديال التزاوج ديال الحسون، يعني الذكر كيلقح الانثى غالبا في الصباح الباكر ولا في المساء قبل الغروب. انا فقت قبل الفجر بشويه، وضعت الكاميرا مقابله مع القفص ديال الزوج ديال الحسون هذا اللي كتشوفوا فيه في الفيديو، وغتلاحظوا عمليه التزاوج فاش كتتم كيكون حتى الضوء ديال النهار يلاه بدا كيطلع. هادشي كله غنشوفوه في هذا الفيديو هذا. اذا الاخوان نبداو على بركه الله. اذا الاخوان، من بعد ما دخلنا ذكر الحسون مع الانثى، اول حاجه كنلاحظوها هو الذكر. هادشي تنهضر على ذكر الحسون جاهز، هو ان الذكر كيبدا يغرد ويطارد الانثى. وبزاف د الاخوه في هذه المرحله هذه شنو كيقولوا لي؟ راه الذكر كيطارد الانثى وكيغرد عليها، هي كتهرب ما كديرش وضعيه التلقيح. هذا امر عادي، حتى في الطبيعه كنشوفوا بعض المرات ذكور الحسون كطارد الاناث في الطبيعه والاناث هاربه. هذا امر عادي جدا. وإن فوا كتدخل الذكر ديالك على الانثى الا كان جاهز كما قلنا كيبدا يغرد ويطاردها. يقدر يبدا يدير هذه العمليه هذه كل نهار، وغالبا حتى هي كتكون في الصباح الباكر. من بعد ما كيبقاش يطارد هذا الذكر، كتبقى الانثى كالم، الذكر كالم، ما كيغردش نهائيا على الانثى. ولكن واخا ما كيغردش عليها كتتم عمليه التزاوج. بما انه جاهز والانثى حتى هي جاهزه، فغادي غادي تتم عمليه التزاوج كما قلنا في الصباح الباكر. في هذا الفيديو اللي غادي تشوفوا دابا هو غادي يطلع لكم في الشاشه، الذكر ديال الحسون ملي تلقشوا مع الانثى بدا كيغرد وكيطارد الانثى. شنو غندير في هذه المرحله هذه؟ غنخليهم مع بعضياتهم وغادي نلاحظ. اللي لاحظت هو انه ما كاينش شجار بين الذكر والانثى. اذا شنو خصني ندير في هذه المرحله هذه؟ خصني نخليهم بجوج، نخليهم بجوج ونبدا نلاحظ. بان ليا الشجار ما كاينش نهائيا بالنسبه لهذا الزوج ديال الحسون. يعني فين ما كنقدم لهم شي ماكله مثلا جديده كيكون واحد الشجار خفيف بيناتهم على الماكله، فهذا امر عادي. ما غاديش تعزل الذكر على الانثى، غتخليهم مع بعضياتهم. ندوزو لحاجه اخرى. الحاجه الاخرى شنو هي الانثى وقتاش كتبدا نجمع لينا العش. كاينين بعض الاناث اللي تقدر تحطها في قفص بوحدها تكون جاهزه تجمع لك العش. كاينين بعض الاناث ومنهم هذه اللي كتشوفوا فيها في الفيديو حتى كوبلها الذكر عاد بدات كتجمع لينا العش. اذا هذا جواب للناس اللي كيسولوني وقتاش كتجمع الانثى العش، واش قبل ولا بعد التزاوج مع الذكر. وبالنسبه للفيديو اللي قلت لكم الاخوان غادي نحطوا لكم على عمليه التزاوج والوقت فاش كتتم، فها هو غادي نخليه لكم هنايا الفوق.
غتلاحظوا معايا يعني حتى النهار باقي ما طلعش، يعني باقي شويه الظلام. انا كنخدم بالاناره طبيعيه، ما كنخدمش بالاناره اصطناعيه، يعني الضوء الطبيعي يفيقوا مع الفجر ينعسوا مع المغرب. هذا هو السيستم باش غادي. اذا الاخوان كما كتشوفوا هنا في الفيديو، الانثى هي اللي كتمشي عند الذكر، والعمليه الاولى فاش الذكر حاول يطلع فوق الانثى ما نجحتش ليه العمليه، حيت كاين بعض الاخوان تيقولوا لي الذكر ما عارفش يلقح الانثى. لا الاخوان، راه داك الشيء عندهم بالفطره وغريزه عند الطيور. يعني اي ذكر كما بغى يكون فهو عارف يدير عمليات التزاوج، يعني كيلقح الانثى. اهم حاجه واللي كنركز عليها بزاف هي انك تحطهم في واحد البلاصه اللي كالم. تلاحظوا في الفيديو الذكر حاول في المره الاولى يلقح الانثى، ما نجحتش العمليه. في المره الثانيه الانثى هي اللي كتمشي عند الذكر وتمت العمليه ديال التلقيح. من بعد ما لقح الذكر الانثى لاحظ تقريبا انه واحد 3 ايام يوميا كيلقحها في الصباح الباكر. من بعد هاد 3 ايام هذه بدات الانثى كتجمع العش. اون فوا سالات الانثى العش وجمعته في واحد الظرف قصير، يعني تقريبا واحد اليومين ولا 3 ايام ما كاملاش. من بعد بقات الانثى واحد اليومين وضعات اول بيضه. بالنسبه للبيضه الاولى ما صورتهاش، ولكن صورت العش باللي سالته الانثى، يعني ماشي تقريبا سالته ولكن في الاواخر ديال العش، يعني بقات لها غير اللمسات الاخيره. وحاليا انا تنتواجد، المهم ما كنتواجدش في الدار يعني باش نواكبكم بالمستجدات فين وصل الزوج ديال الحسون، ولكن خليتهم وضعوا اول بيضه. انا حاليا ما كاينش في الدار، يعني ما غاديش نقدر نصور. فاش نرجع ان شاء الله للدار غادي نبارطاجي معكم الجديد وفين وصل الزوج ديال الحسون. بالنسبه للعش ديال الانثى فحاولت نصوره غير من الفوق، واحد الفيديو قصير ها هو غادي تلقاوه في الشاشه هنايا. وبهذا تنظن هضرت لكم على جميع المراحل اللي كيدوز منها الزوج ديال الحسون في هذه الفتره هذه. واللي عنده شي سؤال يخليه ليا في شي كومونتير لتحت، شي تعليق زوين، شي جيم. بالنسبه للانستغرام والصفحه اللي بغا يتواصل معايا غادي تلقاوهم في الوصف. وما بقى لي غير نقول لكم الى عجبك الفيديو بارطاجيه مع اصحابك، خلي شي جيم، شي كومونتير زوين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.